السلام عليكم، اهلا وسهلا بالجميع. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. غير بغيت نتكلم على واحد الحدث اللي هو حدث عظيم، العظيم هو الله سبحانه وتعالى. حدث جد هام، حدث كروي، نعتبره عرسا كرويا هاما في تاريخ المغرب. الحمد لله اللي المغرب خلى او غادي يخلي، وما زال ان شاء الله غادي يخلي بصمة تاريخية، يعني لا تنسى ولا تمحى مدى الدهر. ستكون إن شاء الله بمثابة درس للمغاربة وللشباب وللناشئة المغربية، حتى يكون فريقنا ومنتخبنا المغربي قدوة للجميع. أشيد وأنوه بالمجهودات الكبيرة التي قام بها المدرب الناخب الإطار الوطني الكبير وليد الركراكي. كنوجه ليه تحية إكبار وإجلال وتقدير للمجهودات التي قام بها. جمع شمل شباب، جمع شمل رياضيين كبار ولاعبي الكرة من العيار الثقيل. الحمد لله هذه المجموعة نفتخر بها كثيرا، ونتمنى لهم النصر والفوز بالكأس إن شاء الله، كأس العالم مغربية بإذن الله. هذه السنة إن شاء الله 2022 كأس العالم بقطر. قطر هذه الدولة صغيرة من حيث الرقعة الجغرافية، لكن كبيرة وأثبتت على كبرها وعظمتها ما شاء الله. هذه الدولة الغنية والعظيمة بأخلاقها والعظيمة بمبادئها، هذه الدولة التي يعني ستكون كذلك بمثابة قدوة للعالم العربي من حيث المجهودات الكبيرة والجبارة التي قاموا بها حكومة وشعبا، من حيث الاستعدادات، من حيث جميع ما قاموا به. يعني يعتبر، يعني لازم نعتبرهم قدوة أمامنا، ولما لا نحتدي حذوهم. رسالتي لدولة قطر: نحبكم في الله ونحييكم تحية إكبار وإجلال من المغرب العربي الشقيق، من المغرب الصديق. نحن نعتبر أنفسنا إخوة. الحمد لله تجمعنا رابطة الدين، رابطة العروبة، رابطة كل شيء. الحمد لله نحن إخوة في الله. نشكر كل الشعوب العربية المتضامنة مع المغرب في هذه الفرحة، الذين يشاطروننا فرحتنا. أحيي جميع الدول، يعني دول الخليج، دول الشرق الأوسط، جميع الدول الإسلامية. كل دول العالم فرحت واحتفت ونوهت بالمجهودات التي قام بها المنتخب المغربي الرائع المتميز. فهنيئا لنا بهذا المنتخب الرائع، وأشكر كل الدول التي تضامنت معنا وفرحت لفرحتنا ولا زالت متضامنة معنا وتتمنى لنا الفوز بكأس العالم. إلا بعض الناس المرضى نتمنى لهم الشفاء العاجل، الذين يعني يكنون لنا العداء والحقد والكراهية لا سامحهم الله. القافلة تسير والكلاب تنبح. هذه دائما كل ناجح وراءه أعداء، والحمد لله دائما الناجح يستمر في نجاحه والكلاب تستمر في النباح. هذه كلمتي اليوم. إن شاء الله بعد غد الأربعاء عندنا إن شاء الله مباراة النصف النهائي. نتمنى لفريقنا التأهل المستحق، التأهل الكبير. الحمد لله نحن نفتخر بكم، نحن نفتخر بكل عناصر المنتخب الوطني بدون استثناء، وعلى رأسهم الحارس المتميز ياسين بونو. تحيتي إلى كل أعضاء المنتخب الوطني وإلى جميع المغاربة الأحرار في المغرب، يعني داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء في في نصف النهاية إن شاء الله، ولما لا النهاية. إلى اللقاء في المباراة القادمة بإذن الله. الفوز حليفنا إن شاء الله. سنفتخر بكم أيها الأسود، أسود الأطلس المغربي. النصر معكم. كما طردتم إسبانيا والبرتغال من قطر، ستطردون إن شاء الله بعد غد الأربعاء فرنسا إن شاء الله.